لو حد قالك تأذي شخص قدامك هتقدر تأذيه ولا لأ؟ أكيد أول رد هيبقى مستحيل، وأنا مصدقاك. بس المشكلة إن في ناس قبلك قالت نفس الكلمة دي بالظبط، بعد شوية عملوا العكس. تعال أقولك عن تجربة النهاردة حصلت ليه وإزاي، وطبعا في الآخر هحكي لك ليه كانت النتيجة صدمة كبيرة. سنة 1961 بعد الحرب العالمية الثانية، ناس كتير كانت بتسأل إزاي ناس عادية نفذت أوامر مرعبة بالشكل ده في الحرب. هل هم أشرار ولا في حاجة تانية؟ في عالم اسمه ستانلي ميليجرام قرر يجاوب على السؤال ده، فعمل إعلان في الجرايد إن جامعة ييل طالبين ناس عادية جدا عشان تشارك في تجربة علمية. يعني ببساطة أي واحد منهم ممكن يكون أنت. تخيل معايا إنك داخل مبنى هادي، ممرات طويلة، نور أبيض بارد، وصوت خطواتك مسموعة، وباب بيتفتح. تدخل الأوضة بسيطة كده فيها مكتب وكرسيين، وواحد لابس بلطو أبيض بيبتسم لك ويقولك دي تجربة عن التعلم، مش هتاخد وقت كتير. كل حاجة شكلها علمي ومفيش قلق. في شخص تاني كان قاعد برضه بيهزر معاك وشكله عادي جدا، بيقولوا لكم هنعمل قرعة عشان نحدد مين هيبقى المدرس ومين هيكون الطالب في التجربة دي. بس الحقيقة القرعة متظبطة، يعني انت دايما هتبقى المدرس، والشخص التاني ده هيمثل دور الطالب وهو ممثل حقيقي. طالب هيتاخد ويتربط في كرسي، أسلاك وأقطاب وتجهيزات كلها مش حقيقية بس انت ما تعرفش. وقبل ما تبدأ، الشخص اللي هيعمل دور الطالب اللي هو الممثل هيبص لك ويقول لك أنا عندي شوية مشاكل في القلب بسيطة كده. طبعا انت هتبلع الكلام وتقول في نفسك اكيد هم عارفين بيعملوا ايه. بعد كده هياخدوك في غرفة تانية بس تقدر تسمع منها صوت الطالب، وتقعد قدام جهاز فيه لوحة فيها أزرار 15 فولت، 30 فولت، 45 فولت، أرقام متدرجة لغاية 450 فولت، وتحت كل رقم كلمات زي خفيف، متوسط، خطر، خطر جدا. العالم يقف جنبك بهدوء ويقولك لو الإجابة غلط هتضغط على الزرار. في الأول كل حاجة كانت بسيطة، غلط تروح دايس 15 فولت، الممثل تسمعه بيقول حسيت بحاجة خفيفة كده وتضحك وعادي يعني هنعديها. بس شوية شوية الأرقام بتعلى، 30، 60، 90، والصوت بدأ يتغير. ده وجع. تبص للعالم بتلاقيه يقولك please continue، لو سمحت كمل. لحد هنا الموضوع بدأ يبقى تقيل حبة، الصوت بيعلى والأرقام بتعلى وإيدك على الزرار مش ثابتة، لحد ما توصل لحوالي 150 فولت، وفجأة الراجل اللي جوه هناك بيصرخ ويقولك أنا مش عايز أكمل، طلعوني من هنا. هنا بقى في حاجة جواك هتتشد، ده مش مجرد وجع، ده بني آدم بيقولك وقف. تبص للعالم اللي جنبك وتلاقيه واقف برضه بهدوء ولا كأن في أي حاجة، وتقول له نوقف، يرد بنفس البرود التجربة لازم تكمل. ساعتها عقلك هيتقسم نصين، نص بيقولك انت بتأذي حد لازم نوقف، ونص تاني بيقول ما هو في حد مسؤول بيقولك كمل، أكيد هو فاهم. انت شايف أرقام بتعلى، حاسس ان ده غلط، بس في نفس الوقت المكان علمي والشخص مسؤول وكل حاجة بتقولك ان دي تجربة، فدماغك بيبتدي يبرر، يمكن آمن، يمكن هم عارفين هم بيعملوا ايه، انا بس بنفذ الأوامر. في اللحظة دي الناس اتقسمت، في ناس قالت لأ أنا مش هأذي حد، وقامت من على الكرسي فعلا، بس مش بسهولة برضو، يعني كانوا متوترين وبيجادلوا وبيسألوا مين المسؤول لو حصل حاجة. في ناس تانية وقفت لحظة اتلخبطت وبعدين رجعت تبص للزرار وداست. والغريب إنهم حتى اللي كملوا ما كانوش باردين مثلا، لأ ده كانوا قاعدين بيعرقوا، بيضحكوا بتوتر، صوتهم بيتهز، وبعض منهم كان على وشك الانهيار خلاص. يعني هم عارفين إن ده غلط بس مكملين. الحقيقة اللي هتصدمك حالا بقى إن حوالي 65% من الناس كملوا لحد الآخر، لحد 450 فولت. ليه؟ هل هم أشرار؟ لأ، ودي أخطر نقطة في القصة. خليني أبسطها لك لست أسباب كشفتها التجربة. أول سبب كان نقل المسؤولية. الموضوع مش إن الناس دي وحشة، الموضوع إنهم حسوا إنهم مش المسؤولين، أنا بس بنفذ. في حاجة اسمها تفويض المسؤولية، لما حد عنده سلطة يقولك تعمل حاجة، جزء منك بيسلم له القرار وبيقولك هو المسؤول مش أنا. يعني ببساطة الضمير ما اختفاش، بس حد تاني مسك الدركسيون. تاني سبب قوة السلطة. العالم ستانلي ماليجرام كان لابس بالطو أبيض، وده خلى المشاركين يحسوا إن ده شخص موثوق وفاهم كل حاجة. الفكرة هنا إن لما حد عنده سلطة يقولك كمل، عقلك بيبتدي يشك في نفسه مش فيه. تالت سبب التدرج. مفيش حد بدأ من 450 فولت على طول، كل حاجة كانت خطوة خطوة، 15، 30، 45، والنتيجة إن كل خطوة صغيرة بتخليك تتقبل اللي بعدها من غير ما تحس. رابع سبب غياب المواجهة المباشرة.
المشارك ما كانش شايف الشخص اللي قدامه، كان سامع صوته بس. ده عمل إيه؟ كل ما الضحية تبعد عنك شوية التعاطف بيقل. خامس حاجة الإطار. القصة كلها تجربة علمية، المشاركين كانوا فاكرين إن ده علم وإن الألم مؤقت وليه هدف، فالعقل قال إيه؟ أكيد مش هيخلونا نأذي حد بجد. سادس سبب الضغط النفسي والاستمرار. لما الشخص يبدأ بيبقى صعب إنه يقف، بدأ بالفعل مش عايز يبان ضعيف أو يعترف إنه كان غلط من البداية، ودي نقطة قوية جدا لأن أحيانا بنكمل الغلط بس عشان بدأناه. الخلاصة هنا إن الناس مش كانت شريرة، لكن الظروف خلتهم يعملوا أفعال شريرة. بص، ما هو مفيش حد دخل التجربة دي وهو ناوي يأذي حد، بس أغلبهم خرجوا منها وهم عملوا كده فعلا. طيب لو طبقنا ده بقى على حياتنا والعيشة واللي عايشينها، يعني من الآخر خليني أسألك سؤال وترد عليا بصراحة. كم مرة في حياتك عملت حاجة مش مقتنع بيها بس عشان المدير قالك تعمل كده، أو إن النظام كده، أو كل الناس بتعمل كده؟ يمكن ما كانش فيه زرار بس كان فيه قرار. الموضوع مش إنك طيب أو وحش، الموضوع هتسمع مين، الصوت اللي جواك ولا الصوت اللي أعلى. وأخطر جملة ممكن تقولها لنفسك هي أنا مستحيل أعمل كده، لأن الحقيقة الإنسان ممكن يعمل حاجات ضد ضميره لو حس إن حد تاني شايل المسؤولية، أو ببساطة اتقاله إن النظام كده والكل بيمشي عليه. يعني ممكن تكون طول عمرك طيب بس يجي حد لابس بلطو أبيض ويقولك كمل يا بطل، ترد وتقول حاضر يا دكتور. التجربة دي مش عنهم بس، دي عنك انت كمان، عن اللحظة اللي هتقف فيها وتختار تسمع ضميرك ولا تمشي ورا حد تاني. الطاعة مش دايما صح، وأحيانا أخطر زرار بتدوسه هو اللي حد تاني قالك عليه. لو الحلقة دي شدتك وفكرتك في مواقف حصلت لك اعمل لايك وشيرها لحد دايما بيقول أنا بنفذ اللي بيتقال لي وبس. وما تنساش تشترك في تعالى أقولك، عشان اللي جاي هيخليك تبص لنفسك بشكل مختلف. واكتب لي في التعليقات لو كنت واقف قدام الزرار كنت هتوقف ولا كنت هتكمل.